السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم الوصفه تاع الخبز بالفرماج. مادام رمضان قرب وكذا كنت نبدي في هاد الوصفات، ان شاء الله تنال اعجابكم. كما كنتم تشوفوا انايا في باتينه درت كاس حليب دافي. لازم الحليب يكون فوق الدافي شويه، ماشي سخون وماشي دافي، يكون نص كما نقولوا بين الدافي والسخون، باش كي تزيدوا له الزيت كي تزيدوا له الزيت يولي على الطمبيراتور تاعه هذيك هي. زدت له نص كاس تاع الزيت وزدت له حبه بيض كامله، حبه بيض كامله. نروحو نجيبو معلقه كبيره ماشي معمره مليح تاع سكر نورمال، سكر تاع سكر حبيبات، ومعلقه كبيره بما انه الحال راه بارد وكامل عمروها شويه بزياده، معلقه كبيره تاع خميره تاع الخبز. هنايا هذه خميره تاع الخبز غير طفى عليه شويه، عليها شويه تاع الحليب، عليها تعجنتني شويه هكداك بصح ما نورمال. روحي جيبي فوي ولا فرشيطه ولا معلقه اللي تخلطي بيها، خلطي مليح مليح حتى تحسي هذيك الخماره دابت في الحليب. كي تشوفيها دابت جيبي الفرينه تاعك وبدي تزيدي على داك الخليط تاع الحليب والزيت، بدي ديري الفرينه وجيبي باكي خماره كيميائيه، خماره تاع الكاطو بوزن 10 غرامات، ضيفيها وبداي تلمي هذيك تلمي العجينه بالفرينه. العجينه هنايا ما تكون نقولوا حنايا ما تكون جاريه بزاف، ما تكون شاده روحها بزاف، تكون معين. هنا كي تلمي فيها تحسيها بزاف تلصق شويه في يدك، خليها هكذاك. روحي خليها، ما تديرهاش الفرينه كي تشوفيها تلصق كما كتشوفي في لا فيديو، ما تديرهاش الفرينه بزاف، باسكو كي تديرها الفرينه بزاف راح تنشف لك بزاف، وهي وانتيا ولا الفرينه اللي عندك. هنا زدت لها معلقه ماشي معمره مليح تاع الملح، معلقه صغيره تاع الملح. هنايا روحي ديريها فوق البلون طرافاي وبدي تعجني فيها، دلكيها مليح مليح، دلكيها مليح مليح تحسي العجينه رطابت، تحسي تولي عندها لابو من الفوق تولي رطبه، تولي عندها سطح نقولوا حنايا عجينه ملساء، يولي عندها الوجه تاعها رطب. هكذاك لميها مليح مليح، تكوني دلكتيها بيا. انا لا فيديو هنايا راه يجري لكم تشوفوا. لميها مليح، ديريها باش تكوني باغي باش تخمري فيها، وغطيها وخليها تخمر، خليها تخمر في خاطرها. هنا من جهه واحده اخرى جبت لكم الحساء تاع العدس الاحمر. درت الزيت، درت حبه بصل كبيره مقطعه شرائح، درت حبه بطه كبيره، وانا 2 حبات زروديه، وديري 3 ورقات رند والثوم، ديري كاش نص راس تاع الثوم، فيه واحد 5 6 حبات تاع الثوم يكونوا ملاح. انا درت جامبو دبر راسك، انا اختياري، انا نحب نديرها بالجامبو. درت فلفل كحل والكمون وفلفل احمر، فلفل احمر غبره، اللي عندها فلفل احمر تاع الدار ديرو تاني كيجي شباب. هنايا نروح نديرها فوق النار ونقليها مليح. هنا هاد العدس كنت انا نقيته فرشته ونقيته وشللته وخليته يقطر هكا في كسكاس صغير ولا، وخليه يقطر. هذيك الكوكوط ديريها فوق النار وبداي تحركي فيها، قليه مليح مليح هذوك الخضره حتى تشوفيها بدات تدبال. لازم هذيك التوابل كامل تشربها الخضره باش تجيك بنينه لا سوب. لازم تقليها، اي حاجه في الماكله اي طياب ديريها، شوفي حب سوب، حب مرقه، حب اي حاجه هكذا لازم تتقلى. تقلى تجي بنينه بنينه. شحال مره تقلات الماكله تاع بكري كانوا يقليوها ماشي كيما دروك حنا نديرو غير شويه نقليوها شويه من بعد نمرقو. لازم الماكله تقلى مليح باش تجي بنينه. انا كيما شفتوني مرقت حتى تغطات لي الخضره كامل وبلعت الكيكوطه. ما رميتش العدس هنايا، مازال ما رميتوش، نبلع الكيكوطه حتى طيب لي الخضره، باسكو العدس الاحمر ما يقبطش بزاف ما يقبطش بزاف للطياب. هنا سمحوا لي، هنا كنت نسيت طوماطيش تاع الابصه، ديري غير نص معلقه صغيره، نص معلقه كبيره عفوا، باش ما تجيش حامضه. بلع على كوكوط وخليها طيب، عاملها كاش 7 دقائق ولا 10 دقائق وخليها طيب، نتينا والغاز تاعك ونتينا والكوكوط تاعك. من بعد ما طيب هذيك الخضره نرمي لها العدس. انا كان مشاني لا فيديو نرمي لها العدس اللي كنت شللته وشفته وريته لكم، ونعاود نبلع عليها كاش 3 4 مينوت ماكسيموم. العدس كي ترميوه عملوه 3 مينوت 4 مينوت ماشي كتر باسكو يلصق لكم.
هنايا درت هنايا نحي في الورقه تاع الرمل هاك تشوف فيا باش نمشي نميكسيها. هانتما ميكسيتها وخليتها على جهه، دوك تشوفوها في اخر الفيديو كيفاش جاتني لاصوب. هنايا من بعد ما خمرت لي العجينه جبت الميزان باش تجيني الخبزه ادختها. لازم نعمل هنايا العجينه نقسمها، كل بوله ندير فيها 100 غرام، كل خبزه نعمل فيها 100 غرام هكذا. نجيب العجينه هكذا نقسم نبوليه ونوزنه حتى 100 غرام نحطه على جهه هكذا. خير باش تجيكم الخبزه تختار، ماشي تعمل وحده كبيره وحده صغيره. انما انا هكذا شغل الخبز يعجبني كيكون في وزن واحد، ويكون مقاس واحد، ويكون طول واحد، يكون خير يجي شباب في الحطه. هذا كما كنتوا فيا راني نكمل في الاخر الطريقه تاع البولاش. شوفوا كيفاش راني ندخلها الهواء ميم طون ونبوليها. شوفوا شغل راني ندخل كلش للداخل باش تجي فيها الهواء لداخل هذيك العجينه. نكمل هاد الكميه اللي عندي انايا هكذا، ونجيب الفرماج تاعي كنت ديجا خدمته وحطيته لكم في القناه تاعي، جربوه ويجي فريمون هايل. انا بيه درت هاد الخبيزات بهذاك الفرماج اللي درته، بيه درت هاد الخبيزات كيما كتشوفوا هكا. كملت الخبيزات تاعي بوليتهم، دروك نمشي باش نخدم لكم ونوريكم الطريقه اللي باش تخدموا بها. هنايا لا فيديو عندي شويه طويله. هنايا نمشي نجيب باش نحلكم العجينه وتشوفوني كيفاش نحلها باش يجي لداخل فيها الهواء وتجيكم فشفشه كما نقولوا، تجي لداخل خاويه. العجينه ما تجيش مدكن بالعجين، يجي خاوي لداخل الخبز، يجي خاوي. جبت هاد القطعه تاع البيتزا والحلال الوراء كما نقولوا حنايا، ونبدا نحل فيها كيما هكذا، ماشي مدوره، مستطيله، شغل كما نقولوا بيضاوي، نحلوها بيضاوي. نكونوا عمرنا الفرماج ديجا في اون بوش ادوي ونبديو. شوفوا الفرماج كيفاش جا ما شاء الله. شفتوا هذا الفرماج اللي حطيته في القناه تاعي، ونبدي نبلع في في الخبز هكذايا بشويه، نبدي نبلع فيه في الجناب ومن الفوق ونفورميه. شوفوا كيف راني نفورميه هكذا، خاص يجي هكذا. من بعد عاود تبطل هذاك الحلال وتبدا تعاود تحل هذاك الخبزه، تحل ديك الخبزه. من بعد تجيب هذيك تاع هذيك القطعه تاع البيتزا وتبدي من الفوق هكذا، ترسم لهم فوق غير خطوط هكذا، ما تقصوش، غير ترسم لهم الفوق حل خطوط هكذا باش كي يطيب يجي شباب في النظره. انا نكمل لكم الخبزات اللي كامل كما كنتوا تشوفوا. مانيش نحلهم مدورين، نحلهم بيضاوي. نعمل الفرماج نبلع ونعاود نحلها بالحلال. علاش نعمل هاد الطريقه باش يجي الخبز تاعنا لداخل كيما نقولوا فيتي، وميم طون يجي خفيف، يجي خاوي من الداخل، ما يجيش معجن. هاكو شوفوا فيا كيفاش راني نخطط في هذه الخبزات. شوفوا كي جات، شوفوا هكذا. كملوا تشوفوا الخبز تاعكم هكذاك، كامل الخبزات اللي باقيه لكم هكذاك بكملوهم. كم هاد الفرماج اللي دايرتها في القناه تاعي. شوفوا ردوا لي الخبر نورمال يجيكم حاجه خير من تشريها من برا، حاجه نقيه وميم طون بنينه. انا ما وليتش نشيخ، ما نكتبش عليكم الفرماج، وليت ما نشريهش من برا، دو بريفيرونس نديرها في الدار يجيني كميه مليحه وميم طون ما يجينيش غالي. كي نروح نشري برا يجيني غالي. هذه حاجه. كي نكمل كامل الخبز تاعي نقي واش كنت ندير، نقي البلاصه اللي كنت ندير فيها، ومن بعد نجيب السنيوه تاعي هايليك هاودي. شفتوها كيفاش جا الخبز جاي ما شاء الله. نغطيه ونخليه يخمر في خاطره، مش راح يدي لكم وقت بزاف خاطر ديجا عندي الكوزينه سخونه وكامل، سما بالخف يخمر لي. هنا كي يخمر لي الخبز طليته بالبيض، بصفار البيض ودخلته وتعب. هنايا نعطيكم اون استيس، هنا تحبوا تطليوه بالبيض ولا تحبوا تعملوا ما في الفشفاشه وترشوه الوقت اللي يكون داخل للفوق يخرج لكم كما كنتم تشوفوا. ها هذا لاصوب تاع العدس الاحمر تجي بزاف بنينه، القوت تاعها والله ما يتشبع، على ضمانتي. نجربوها وردوا لي بالخبر. ان شاء الله كنت خفيفه عليكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخر. وتهلاو لي في رواحكم.
وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.